لو بتحس إن البروتين بقى غالي عليك، ما تيجي مع بعض نشوف الحسبة دي. كرتونة البيض اللي كانت من 3 أسابيع ب170 جنيه النهارده ب90 جنيه، والفراخ عمالة بتغلى. كيلو صدور الفراخ وصل 220 جنيه. كيلو صدور الفراخ اللي ب220 جنيه ده فيه 230 جرام بروتين، يعني جرام البروتين في الفراخ حوالي بجنيه. إن كرتونة البيض اللي ب90 جنيه اللي فيها 30 بيضة، اللي البيضة ب3 جنيه، البيضة فيها 6 جرام بروتين. يعني جرام البروتين الواحد في البيضة بنص جنيه، نص تمن جرام البروتين اللي موجود في الفراخ. ومش أي بروتين، ده من أكمل أنواع البروتين اللي موجودة. مليان أحماض أمينية، كل الإسنشال أمينو أسيدز بيمتص كله تقريبا. تحفة. أنا عن نفسي في أكلي اليومي أكيد بدخل البيض أساسي، مش عشان نظام معين، بس عشان بروتين تحفة، رخيص، مليان كل الأحماض الأمينية، وبيشبعني للوجبة اللي بعدها. وطبعا كل جسم محتاج كمية بروتين مختلفة على حسب وزنه ونشاطه وأكله اللي بياكله. وعشان كده أنا عامل أداة اسمها بداية، تقدر تساعدك في ده وببلاش. بتدخل فيها أكلك اللي بتاكله، فول، الكشري، الطعمية، شوف بقى أنت بتاكل إيه، يا ريت نبعد عن الطعمية، وتديك كمية البروتين اللي أنت محتاجها بأكل موجود عادي جدا في حياتنا اليومية. في الديسكريبشن أو في البيند كومنت اللي تحت. نصيحة بس، بيضة في اليوم آمنة لمعظم الناس، بس لو انت عندك سكر، عندك مشاكل في القلب، عندك كوليسترول عالي، ما تنساش ترجع لدكتورك قبل ما تخليها عادة يومية. مش كل الناس زي بعضها. و... وانت نازل بقى السوق المرة الجاية، ما تنساش ان جرام البروتين في البيض بقى بنص 8 جرام البروتين اللي في الفراخ. وممكن تعمل شير وتبعتها لأي حد رايح السوق يشتري حاجة، وقول له البيض رخص، الحسبة اتغيرت. ويلا سلام.